هل السوفت وير في الريسيفر مهم؟ السوفت وير في الريسيفر يا جماعه 90% او 95% من مهام الريسيفر يا جماعه. اقول لك عليهم في 3 خطوات كده. تمام معايا الفيديو للاخر، ولايك وشير، ولو عندك مشكله قولها لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت ممكن باذن الله. طيب السوفت وير، التهنيجه بتروح يا جماعه اول ما اعمل سوفت وير جديد. لو كمان عندي بطء في الجهاز في التقليب كمان السوفت وير بيحلها. لو السوفت وير، لو الريسيفر بيهنج وفيه مشاكل كتيره جدا برضه السوفت وير ان شاء الله بيحلها. اهم حاجه في القصه دي كلها تكون محدث السوفت وير لسوفت وير نسخه حديثه. يعني مش في حاجه مثلا احنا في 25 دلوقتي او 26 تجيب لي حاجه 23 او 24 وتقول لي اصل هو ده كويس، لا. اقل حاجه يا جماعه بيبقى شهر او شهرين او 3 شهور بالكتير خالص مسافه ما بينك وبين السوفت وير القديم. لكن لما الاقي انا هنا اجهزه والله بلاقيها في 2016 و2013 ويجي يقول لي الجهاز تقيل، ما طبعا لازم يبقى جهاز تقيل. وخاصه ان في حاجات بتبقى خلاص الدعم بتاعها انتهى من زمان فما لهاش سوفت وير ولا لها اي حاجه، فده بيبقى عامل مشاكل في الجهاز. تلاقيه راستر لوحده، تلاقيه كمان تقيل في القلب في العلو في الويت وفي الحاجات من دي، بيراستر لوحده ويهنج وصوره تقف على ثابته. ده كله بيبقى مشاكل السوفت وير يا جماعه. ده كان فيديو مهم جدا 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 للناس اللي موجوده معايا على القناه عندي بتاع طاهر دش. طبعا انا بقول لك الحاجات دي ليه؟ عشان خاطر لازم اوعيك واعرفك ان كل حاجه بيبقى دايما ليها خصائص وملهاش خصائص. فاهم حاجه في الخصائص بتاع السوفت وير ان هو بيشيل لك كل الحاجات اللي هي في الجهاز اللي هي مقرفه ومتعبه، بيجيب لك حاجه جديده جدا جامده كمان كويسه كمان فيها حاجات. لو ضاف حاجات حديثه كمان في الجهاز زي الباركود والحاجات من دي وربط التلفزيون او الريسيفر من على التليفون من على الريسيفر، الحاجات دي كلها نازله يا جماعه في الجهاز الجديد والسوفتوات الجديده كلها نازله فيها الحاجات من دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وصلنا